وبركاته. يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هننفذ مع بعض السجاده. هي اناناسه زي السجاده اللي احنا نفذناها قبل كده، اللي هي المجسمه الاناناسه، بس التانية كانت اناناسه كبيره شويه. دي انا مسميها الاناناسه الرفيعه عشان هي اناناسه برضو بس بشكل مختلف شويه. هنفذها معاكم ان شاء الله مترين. المترين استهلكت معايا 6 كيلو خيط مكرميه مصري، وانا استخدمت 3 ابر. انا هقول لكم كل الخطوات اللي انا مشيت بيها عشان يبقى انا ما عملتش حاجه انتم ما تعرفوهاش. انا في البدايه خالص استخدمت ابره رقم 7. تمام. بعد كده جيت في النص كده، يعني بعد ما عملت القلب اللي جوه استخدمت ابره رقم 4 عشان الم شويه الاناناس. تمام. بعدها بشويه استخدمت رقم 5. تمام، يعني هو ده اللي انا مشيت بيه. في الاخر خالص استخدمت تاني ابره رقم 7. يعني انا خلي معاكم ابره 7 و4 و5 عشان انا برضو اقول لكم انا ده اللي انا عملته. تمام. ومعايا الولاعه، وطبعا الخيط زي ما اتفقنا هيكون 6 كيلو مكرميه مصري. طيب هنبدا بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه هبدا بالابره رقم 7 وهشتغل بيها شويه حلوين يعني، والولاعه طبعا عشان دايما نفنش شغلنا اول باول عشان في الاخر ما يبقاش تقيل علينا يعني. هبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هعمل دايره سحريه، والدايره السحريه بعمل كده، بلف الخيط على ايديا وبجيب الابره بسحب فتله وبعمل كده واعمل غرزه واثبت على الدايره دي. كده بالنسبه لي دايره سحريه. لو انا مش عارفه دايره سحريه بعمل وليكن مثلا 5 غرز او 6 غرز سلسله. 1 2 3 4 5 6، وباجي في اول غرزه سلسله وبقفلها كده، بكون دايره. هي الدايره دي اللي بشتغل في نصها، بس انا بحب اشتغل دايما بالدايره السحريه وبكبرها شويه عشان انا هنا هعمل 24 غرزه عمود بلف. يعني هطول فتله البدايه كده وهاجي كده وهسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم، وهبدا اعمل سلسله وهلف الخيط وهدخل جوه الدايره دي اعمل 24 غرزه عمود بلف. الف الخيط على الابره وادخل اسحب واخرج من لفتين في لفتين. كده معانا اول عمود، والف تاني التاني عمود، ورقم 3 4، واكملهم 24 عمود بلف. دول كده 23 عمود، وادي رقم 24. يبقى انا عملت دايره سحريه جواها 24 عمود بلف، وهضم الدايره على قد ما اقدر. وهاجي هنا عند اول عمود وهعمل غرزه منزلقه. طيب السطر رقم 2 هبدا ارتفع غرزه سلسله، وفي نفس المكان هعمل غرزه حشو. وبعد كده هرتفع 1 2 3، وهسيب غرزة من اللي جنبها غرزة عمود، وهدخل في اللي بعدها واعمل حشو، وارتفع 3 سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اعمل حشو. هعمل 12 فراغ من 3 سلسلة واسيب غرزة واعمل غرزة حشو. بالشكل ده كده انا قربت اوصل. هعمل 3 سلسلة، ده اخر فراغ معايا، وهقفل في غرزة الحشو اللي احنا بدأناها في البداية. يبقى انا كده عندي 12 فراغ. طيب هعمل غرزة ارتفاع السلسلة على نفس غرزة الحشو، وهعمل غرزة حشو كمان معاها، وهاجي في الفراغ وهعمل غرزة حشو. يبقى انا كده عملت غرزة حشو فوق الحشو وغرزة حشو في الفراغ. هلف على الابرة الخيط مرتين وهنزل للعمود اللي هو كان في النص ما بين الحشو دي والحشو دي، اللي هو الغرزه اللي احنا سبناها. احنا في السطر اللي قبل كنا عاملين حشو وسبنا غرزه وعملنا 3 سلسله حشو. هننزل بقى للعمود اللي هو في النص اللي احنا ما اشتغلناش فوقيه، وهدخل تحت منه كده وهعمل عمود بلفتين، وهسيب اخر غرزتين على الابره. هلف تاني مرتين وفي نفس المكان، وهدخل وهسحب واخرج من لفتين في لفتين، وهلف تاني وهدخل واخرج من لفتين في لفتين. كده معايا 4 لفات على الابرة هقفلهم مرة واحدة. تمام كده قفلتهم كلهم في غرزة واحدة.
بعد ما قفلتهم مع بعض كده هاجي ورا في نفس الفراغ اللي احنا اشتغلنا فيه غرزة الحشو اللي قبلها، وهدخل هعمل غرزة حشو، وفوق الحشو هعمل حشو، وفي الفراغ اللي بعده هعمل غرزة حشو. يبقى احنا في الفراغ بنعمل حشو، وبعدها الغرزة بتاعتنا اللي هي 3 أعمدة بلفتين في العمود اللي في النص تحت، وحشو معاها كمان. هلف لفتين وهنزل العمود اللي في النص، وهخرج من لفتين في لفتين، والف تاني، وهدخل تاني تحت العمود، والف مرتين. على اخر 4 لفات بسيبهم واقفل عليهم مرة واحدة، وبعد كده بدخل في نفس الفراغ واعمل غرزة حشو، وعلى الحشو بعمل حشو، وفي الفراغ التاني بعمل حشو. تمام كده. الغرزة دي اسمها حمصة. تمام. في فرق بين الحمصة والفشار. الحمصة بنقفل كل الأعمدة مع بعض بغرزة واحدة، أما الفشارة بنشتغل أعمدة عادية جنب بعض أو على عمود واحد مثلا منفصلين، وبعد كده بنقفلهم كلهم مرة واحدة. دي معانا حمصة. بلف مرتين وبنزل العمود اللي في النص تحت، بخرج من لفتين في لفتين، والف تاني مرتين، واخرج من لفتين في لفتين، والف كمان مرة، وبعدين عند اخر 4 لفات بقفل عليهم مرة واحدة. لو في عندي اي حاجة في الشغل كده بحاول ان انا بالولاعة، شغلي كله في المكرمية بالولاعة. اخر 4 لفات بقفل عليهم مرة واحدة، وبعد كده بخرج منهم وادخل في نفس الفراغ واعمل غرزة حشو، وعلى الحشو حشو، وعلى الفراغ واحدة حشو. هيكون بين كل حمصة والتانية في عمود، وقبلها حشو وبعدها حشو، وفوق الحشو بيبقى فيه غرزة حشو. كده انا قربت اخلص السطر ده. هيكونوا عندي 12 حمصة مكونة من عمود بلفتين 3 مرات. بنزل العمود اللي تحت اللي هو كان ما بين الحشوات، وبقفلهم كده مع بعض، وباجي ورا بعمل حشو، وعلى الحشو بعمل حشو، وهنا في الفراغ بعمل غرزة حشو، والف تاني مرتين، ودي اخر واحدة معايا، واخرج بالشكل ده كده. وبعدين في الفراغ بعمل حشو، واحنا كنا بدأنا بحشو فوق الحشو وحشو في اول فراغ. بقفل في الحشو اللي هي فوق الحشو، وبعد كده بعمل غرزة سلسلة، وفي نفس المكان هعمل غرزة عمود بلفة، ودي هتكون عندي البداية. وفوق كل غرزة من اللي احنا اشتغلناهم سواء الحشو او الحمصة بعمل عمود بلفة، يبقى السطر ده كله غرزة عمود بلفة فوق كل غرزة، فوق الحشوات وفوق الحمصة. وكده قربت برضو انهي السطر. وعدد الاعمدة هنا هيكونوا عندي 48 عمود بلفة، فوق كل غرزة عمود. هقفل بمنزلقة في اول عمود، وهشتغل زي ما اشتغلت السطر اللي هو كان رقم 2 اللي هو كان حشو 3 سلسلة وبنسيب غرزة. بعمل غرزة ارتفاع، وبدخل في نفس المكان اعمل غرزة حشو، وبرتفع 1 2 3، وبسيب غرزة وادخل في اللي جنبها اعمل حشو، وارتفع 1 2 3، واسيب غرزة وادخل في اللي جنبها اعمل حشو. وهكرر السطر على كده. عدد الفراغات عندي المرة دي هيكونوا 24 اللي هما الفراغات بتوع السلاسل دول. برتفع 3 سلاسل، بسيب غرزة وبدخل في اللي جنبها بعمل غرزة حشو. عايزة اوريكم وانا شغالة لو الخيط خلص مني بعمل ايه. بشتغل غرزتي العادية ايا كان عمود او غرزة حشو مثلا، وبسحب الخيط، ما بقفلش. المفروض ان الحشو اهو بقفل الغرزة، لا انا بدخل بسحب اللفتين كده، وبجيب الخيط الجديد اللي انا هوصل بيه واجي واخداه هو اللي بقفل بيه الغرزة. تمام كده. وبربط الفتلتين دول مع بعض من ورا بعقدة كده مع بعض، واثبت عليهم كويس بالربط، وبعد كده اجي من ورا بالولاعة واثبت الخيط بالولاعة.
كده، بسيح كده وبثبت اول باول. تمام، هو ده طريقة توصيل الخيط بتاعتي، وبكمل شغلي عادي. بسيب غرزة وبعمل حشو. دي نهاية السطر. زي ما اتفقنا هيكونوا 24 فراغ، اخر حاجة تكون 3 سلسلة، وهقفل في غرزة الحشو بمنزلقة. لو هعد الفراغات هلاقيهم 24 فراغ. طيب هاجي هنا للفراغ للسطر اللي بعد كده، هدخل اعمل منزلقة في الفراغ ده وهرتفع غرزة، وهدخل في نفس المكان وهعمل 2 حشو. بعد كده هلف الخيط 3 لفات على الابرة، 1 2 3، والفراغ اللي بعده ده اللي بعد اللي احنا اشتغلنا فيه، والتالت ده يعني 1 2 3، رقم 3 ده هاجي في الغرزة اللي في النص دي وهدخل تحت منها وهعمل عمود ب3 لفات، واخرج من لفتين في لفتين في لفتين في لفتين. يبقى اشتغلت في البداية تحت تاني فراغ من بعد اللي احنا اشتغلنا فيه حشوتين، يعني ده بالنسبة لي رقم 3. تمام كده، وهاجي في الفراغ اللي انا سبته اللي هو رقم 2 ده وهدخل وراه كده وهعمل 2 حشو، هعمل العمود اللي هو المايل ده. تمام كده. طيب هنلف 1 2 3 3 لفات على الابرة، وهنسيب بعد العمود اللي هو اللي عملناه ده هنسيب بعده عمود، وهدخل في ده وهعمل تحت منه عمود ب3 لفات، اخرج من 2 في 2 في 2 لغاية اخر 2 اقفل عليهم، وهيكون في عندي فراغ فاضي ورا هنا بعمل وراه حشوتين، 1 2 بالشكل ده كده. الف تاني 1 2 3 واسيب عمود واروح للي بعده، ادخل تحت منه كده واخرج من لفتين في لفتين في لفتين في اخر لفتين، والفراغ اللي انا سبته ورا بدخل اعمل فيه 2 حشو، وبمشي السطر كله على كده اهو. 1 2 3 على الابرة واسيب عمود واروح للي بعده، ادخل تحت منه كده واخرج من 2 في 2 في 2 في 2 وارجع للفراغ اللي ده اللي هو بعد اللي احنا اشتغلنا فيه حشو. ما بسيبش ولا فراغ، كلهم بشتغل فيهم حشوات، ولكن بعد ما بعمل العمود اللي ب3 لفات بالشكل ده كده. دي نهاية السطر. بصوا كده، اخر عمود او اللي قبل الاخير بلف 3 لفات وبسيب غرزة زي ما اتفقنا، وبدخل في اللي تحت منها بعمل عمود ب3 لفات، ووراه بعمل 2 حشو. بصوا هنا في البداية كنت عاملة ال2 حشو. تمام، فهلف 3 لفات على الابرة وهسيب عمود وهدخل في اللي بعد منه وهعمل العمود بتاعي، واصلا ال2 حشو انا اشتغلتهم، فهقفل كده بمنزلق على طول في اول غرزة حشو. تمام كده. طيب السطر اللي بعد كده اللي هو رقم 7 برتفع 3 سلاسل بعتبرهم ان هم عمود، 1 2 3، وبعد كده بدخل في الغرزة اللي جنبها بعمل كمان عمود، وكمان في الغرزة اللي جنب منها بعمل عمود. الغرزة رقم 3 بتكون فوق العمود اللي هو المايل ده او الطويل ده. تمام، بلف الخيط 1 2 على الابرة لفتين، وبرجع للعمود اللي قبله، يعني انا واقفة هنا برجع للعمود ده وبدخل تحت منه كده وبعمل عمود امامي بلفتين، بخرج من 2 في 2 واقفل عليهم بالشكل ده. بعد كده بلف الخيط وبرجع اعمل 3 عمود بلفة، 1 2 3، اخر واحدة في ال3 بتكون فوق العمود، والف الخيط مرتين 1 2 وبرجع للعمود اللي قبل منه، ادخل تحت منه كده واعمل عمود بلفتين، اخرج من لفتين في 2 في اخر 2. بيكون معايا الشغل بالشكل ده، وبشتغل السطر كله على كده. 3 عمود بلفة جنب بعض، وعمود بلفتين على العمود اللي قبل منه تحت اللي هو الطويل ده،
1 2 على الابرة، وبرجع له واخرج من لفتين في 2 في 2. تمام كده، وبكمل السطر. بيبقى عامله زي حرف الواي كده، بس ملهاش يعني ملهاش الجنب اليمين ده، لا بتبقى من على الشمال اهو. بصوا شايفين الشكل. اخر 3 غرز بالنسبه لي هيكون 3 اعمده جنب بعض، وعمود بلفتين على العمود اللي قبله اللي هو اللي تحت الطويل ده. بعد كده هقفل بمنزلقه في ارتفاع ال3 سلاسل، وهروح لتاني عمود اعمل منزلقه، وهرتفع غرزة، وهرتفع للسطر رقم 8. طيب السطر رقم 8 هبدأ من تاني عمود، هرتفع 1 2 3 4 سلاسل، وهعتبر ان 4 سلاسل دول عمود ومعاه ارتفاع سلسلة. تمام كده، وهلف الخيط على الابرة وهعمل حمصة. المرة دي بقى حمصة، اللي قبل كده كانت المرة دي قصدي فشارة، المرة اللي فاتت كانت حمصة. تمام. بصوا بقى، هلف الخيط وهروح للعمود اللي هو اللي على اليمين الطويل ده، وهدخل تحت منه اعمل ادي اول عمود 2 3 4. يبقى انا كده عملت 4 اعمدة. بسيب الخيط واخرج منه خالص، وهاجي عند اول عمود ادخل تحت طرف السلسلة كده، واسحب الطرف اللي انا سبته ده واخرج بيه كده، واقفلهم مع بعض. دي كده معايا فشارة. تمام كده. وبعدين هرتفع سلسلة وهلف الخيط وهروح للعمود اللي في النص، اللي هما كانوا احنا عملنا 3 اعمدة. هروح للعمود اللي في النص، اعمل عمود بلفة وارتفع سلسلة، وهلف الخيط واروح للعمود المايل ده. شغلي كله هيبقى على العمود اللي في النص وعلى العمود المايل ده، بعمل تحت منه فشارة من 4 اعمدة، والف كده 1 2 3 4، واروح اقفل الفشارة بسلسلة والف الخيط واروح للعمود اللي في النص، اعمل عمود بلفة سلسلة، واعمل فشارة على العمود اللي هو الطويل ده اللي على اليمين. 2 3 4، وبعدين اقفل بسلسلة والف واعمل عمود في النص وارتفع تاني سلسلة، وابدأ اعمل فشارة هنا بالشكل ده كده. بنكمل السطر كله. السطر ده هيكون رقم 8. هقفل معاكم الجزء ده على السطر رقم 8، ونبدأ ان شاء الله في الجزء التاني نكمل باقي السطور على قدنا كده، هنمشي واحدة واحدة. تمام كده. يبقى انا السطر ده بعمل فشارة سلسلة عمود في النص سلسلة فشارة. الفشارة بتكون على العمود اللي هو الطويل ده. تمام. والعمود اللي في النص ده هو ده اللي بعمل عليه عمود بلفة.